كل محافظة وليها البوابة بتاعتها، ومدخل محافظة بني سويف من ناحية الشمال طيارة. طيارة ميدان العبور دي طيارة عليها علامات استفهام كتير، هي ليه موجودة في المكان ده تحديدا؟ في اللي قالوا عليها إنها ماكيت، واللي قالوا عليها إنها ديكور، واللي قالوا عليها برضو إنها مش حقيقية وجبس. بس الحقيقة الطيارة دي مش جبس ومش ديكور، وطيارة حقيقية 100%. الطيارة دي طيارة حربية من نوع سيخوي 7. ولما تعمقنا شوية في التاريخ لقينا إن الطيارة دي ليها قصة وحكاية. والطيارة دي طيارة روسية استخدمتها قواتنا الجوية في حرب 67، وكان ليها دور كبير جدا في مشاركتها في حرب 73. تعتبر الطيارة دي بديلة للمقاتلة فانتوم. الطيارة دي خرجت ضمن مجموعة من الطيارات من الخدمة سنة 1988. علشان كده القوات المسلحة المصرية أهدتها لمحافظة بني سويف كخير شاهد ودليل على البطولات المصرية العظيمة اللي اتنفذت من خلال الطيارة دي. أما بالنسبة لتمثال العبور اللي صممه الفنان جمال الدين رأفت السجيني سنة 1975، يعني بعد حرب 73، وبعد ما صمم التمثال سموا الميدان باسم ميدان العبور. وسنة 1997 لما أنشأوا حديقة الحيوان في محافظة بني سويف حطوا تمثال العبور فيها. ومع مرور الوقت اتنقل تمثال العبور علشان يبقى واجهة لمحافظة بني سويف مع الطيارة الحربية اللي شهدت بطولات عظيمة يشهد لها التاريخ بيها. علشان كده كل شبر في أرض مصر ليه قصة وحكاية. تاريخ بلدنا تاريخ عظيم ويستحق فعلا المعرفة. وجميلة يا بلدي.